المايك شغال كده؟ تمام، اوكي. بتأكد بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بالجميع. معكم أخوكم رامي كريم النهاردة في فيديو جديد على قناة شبكة وعي، برضو من غير ورق أو تحضيرات. لأن أنا بقى يعني زي ما أنا قلت قبل كده، مش فاكر إذا كنت قلت ولا لأ، بس هقول تاني احتياطي برضه. إن أنا يعني هبتدي كل حاجة، كتابة بقى وتصوير ومونتاج والحاجات دي، موسم أول من أول وجديد خالص. زي ما أنا كده حذفت كل الحلقات اللي على شبكة وعي الفاضي الساطع اللي كنت بعملها بالورق وبالتحضيرات، السكريبت يعني. بقيت أعمل دلوقتي فيديوهات عامة، يعني أو أنا بتكلم طبيعي من غير سكريبت، لغاية إن شاء الله نعمل جدول بالسكريبت بقى وبالورق. ماشي. طيب، عنوان الفيديو بتاعنا النهارده اللي هو هو انا لما عاوز اصلح الوعي الزائف عند بعض الناس اعمل ايه؟ ليه انا اخترت العنوان ده بالذات؟ لان العنوان ده كان شاغلني قوي، مش طول الفترة اللي فاتت، طول حياتي. طول حياتي، وبالذات من 13 سنة فاتوا. لان الوعي هو الامان بالنسبة لك، او الامن والامان بالنسبة لك، بالنسبة للانسان. يعني انا اولا بتكلم من وجهة نظري، يعني من وجهة نظري الفلسفية. يعني آه يعني ايه وعيك يكون آمن؟ بمعنى انك توزن الامور صح، تدخل الكلام لعقلك مظبوط، تنقل الكلام بشكل مفهوم، بطريقة مفهومة، باسلوب الواحد يتقبله. بمعنى ايه برضه؟ بمعنى ان الوعي عامل زي آه، مثلا زي الكهرباء. يعني في بعض الأحيان لما بتشغل مثلا حاجات كهرباء كتيرة جدا في نفس الوقت بتعمل قفلة. هو الوعي عندك نفس الحكاية. لما حد يقعد يسيطر عليه بشكل متكرر وبأسلوب خاطئ، ويقعد يقول لك كلام ما تفهمش منه حاجة، نفوخك هيضرب. هتقول ايه ده؟ طب انت عايز تقول لي ايه؟ فالوعي ساعتها بيتحول إلى وعي زائف، يجب إصلاحه. إزاي بقى؟ تعالوا نقول الإجابة من الناحية السياسية. لما حد يجي يزرع في وعيك إيه، إنك لما تقول رأيك باحترام تتسجن، أو بيقنعك إن في ناس حصل لها كده فعلا، قالت رأيها باحترام واتسجنت أو اعتقلت أو اختفت. طب تيجي تقول له فين دليلك على الكلام ده؟ هات لي شخص واحد حتى حصل له كده. يقول لك بيقولوا انه حصل كده. طب مين اللي بيقولوا؟ على راي احمد حلمي في اسف على الازعاج، يعني اللي بيقولوا دول منتشرين جدا.
فالفكره الخاطئه اللي بيزرعها عدوك ويدخلها جوه دماغك، واللي بتوصل آه، للوعي بتاعك علشان يفضل يقنعك ان المعلومه اللي هو بيقولها صح، او الفكره اللي هو بيقولها صح، ناقشوا فيها الاول، ما تصدقش عمياني. يعني في الحته السياسيه دي، آه لو حد قال لك مثلا، معلش ثانيه واحدة. يعني في الحته السياسيه دي، لو حد قال لك مثلا زي ما أنا قلت دلوقتي، ان اللي بيقول رايه في بلده باحترام يخش السجن او يعتقلوه او يخفوه او يدمروا حياته، وهو معتمد على تصديقك كده وخلاص من غير، وهو يعني هو عارف متاكد انك مش هتناقشه في كلامه، لان هو عايز يجذب العاطفه بتاعتك اللي هي من نوعيه ايه، مجازا كده، اللي هو اه يا ولادي اعتقلوك وسيل بكاء بقى ينزل، او انها موسيقى دراميه كده بتنزل، موسيقى تصويريه دراميه بتنزل. ما في عندنا ناس كتير في مصر بتقول رايها عادي، ما حصلهمش اي حاجه. دي مش محتاجه بقى مناقشه افكار او كده، لا، ده لاننا بنتابع اللي بيحصل في البلد كل يوم من جوه بلدنا، مش هربانين بره زي اعدائنا مهما كانوا، مهما كانت فصيلتهم ايه، آه بيقعدوا يعتمدوا على اخبار كاذبه ملهاش اساس من الصحه، لمجرد بس انهم سمعوا ان حد في مصر قال رايه في موضوع غلاء او ازمه اقتصاد، يقولوا على طول ده امن الدوله اعتقل. طب فين اصل الخبر؟ فين تفاصيله؟ فين كواليسه؟ طب امن الدوله اعتقله، حد طلع من امن الدوله او الامن الوطني اللي هو اسمه الجديد حاليا وقال ان هم اعتقلوه؟ هتقول لي ده هو لما حد بيعتقل التاني بيقول على مكانه اختفاء قسري بقى والحاجات دي. اقول لك طب انت جبت منين ان هم اعتقلوه فعلا؟ بعد ما قال الكلام ده ما ظهرش تاني. لا تصدق فعلا انت غلطان، عندك حق والله. المفروض يطلع كل يوم يقول بصوا يا جماعه انا طالع انا طالع كل يوم اهو علشان اثبت ان ما اتقبضش عليهم وما حصلوش حاجه. وانت عايز الناس تحت امرك طول حياتهم علشان تثبت سرديتك انت اللي صح؟ فوعيك هنا هو الاساس. يعني انت مش صغير، انت المفروض تكون عارف كويس قوي آه، تفاصيل المعلومه اللي الشخص بيقولها لك. دور فيها حتى لو خدت منك وقت كبير او وقت طويل، دور وابحث. مش يقول لك الكلام تصدقه كده على طول. عشان كده دايما بنسمع ان يعني من اعلام الاخوان المضلل، مضلل، لانه هو يعني بصوا قبل ما اكمل كلامي في الحته دي عايز اسالك بس سؤال واحد. بذمتك اعلام الاخوان مثلا محمد ناصر وعطاز مطر الخ اللي بيطلعوا يقولوا ان هم بيحبوا مصر وعايزين لها الخير والامان والسلامه والخ والحريه والديمقراطيه، وانهم بيحبوا البلد. نيجي عند حته بيحبوا البلد دي بالذات. يا جماعه هو اللي بيحب البلد
دايما سلبيات فقط. يعني كل يوم وعلى مدار سنين طويله ما يذكرش فيها ايجابيه واحده بس، كله سلبيات كله سلبيات. انت لما بتحل امتحان بتحله كله غلط ولا بتحل اسئله صح واسئله غلط؟ فهم كله غلط، كله سلبيات، كله فساد، كله انحلال، كله حرام. الفن كله حرام، الكرة كلها حرام. زي ما بيقول احمد عبد المجيد لو تفتكروه، انا اتكلمت عنه قبل كده كتير، كله حرام، كله فساد، كله سرقه، كله قتل. عامله زي كله ضرب ضرب، ما فيش شتيمه. غير يعني، قول حاجات سلبيه وحاجات ايجابيه. يعني انا مثلا ممكن اقول ايه، احنا يا جماعه في مصر عندنا ازمه غلاء كبيره بتحصل في كل دول العالم ومأثره على ناس كتير جوه مصر وبره مصر، بس ده ما يمنعش ان في حاجه ايجابيه في الموضوع ده، ان كذا كذا كذا. من اول ده ما يمنعش ان ده يبقى فيه موازنه كده في الكلام، تشكل وعيك على الاساس ده، علشان الوعي بتاعك يبقى مبسوط وينام في فرشته كده وهو مرتاح، يقول اه انا كده وزنت ان الشخص اللي انا جواه دوت بيفرق بين الصح والغلط، مش كله غلط. ده منطقيا وفلسفيا كلام سليم ووعي سليم. زي ما انتوا عارفين انا بتكلم بشكل فلسفي او منطقي. ما هو زي الوعي السليم، قصدي ما هو زي العقل السليم، اسف، في الجسم السليم. ما هو زي ما العقل السليم في الجسم السليم، ف الوعي السليم في العقل السليم. ما اعرفش اذا كانت الجمله دي صح ولا لا، بس يعني هي الحكم يعني ناس بتبنيها على، يعني على اسس حياتيه او مجتمعيه من اللي بتتابعه يعني. يعني زي ما بنقول ايه، اقول لك على حكمه قالها فلان الفلاني قبل كده. فلان الفلاني ده جابها منين؟ من عصاره يعني اللي درسوا واللي اتعلموا واللي تابعوا واللي. فهنا الوعي السليم في العقل السليم. ولا انا سميت قناتي شبكه وعي ليه؟ على الاساس ده. فانا لما كنت بقول دلوقتي ان اعلام الاخوان اللي بره عمرهم ما قالوا حاجه واحده ايجابيه عن مصر، وبيقعدوا يتهموا اعلامنا بانه اعلام يهودي وانه اعلام صهيوني وانه اعلام ما بيعبرش عن الشعب. ولو ما كانش بيعبر عن الشعب تمام، ما كانش ذكر ايجابيات وسلبيات زي ما انا وضحت دلوقتي. يعني الاعلام المصري مثلا احمد موسى، عمرو اديب، يوسف الحسيني، نشأة الديني، محمد الباز، استاذ مصطفى بكري، استاذ لبيس الحديدي، الى اخره. لو دورتوا في كلامهم في كل برامجهم او مقاطعهم على اليوتيوب هتلاقيهم يذكروا الايجابيات والسلبيات. حته السلبيات دي بقى بيقولوها، بيذكروها بشكل محترم، محترم، تعرف ترد عليه. يعني عشان لما انا اقول مثلا انا مختلف مع الاستاذ عمرو اديب في النقطه اللي قالها، طب ايه هي النقطه؟ واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته الى اخره.
انما تجيب لي فيديو مثلا لواحد اسمه صبري شهوان، برضو اتكلمت عنه قبل كده كتير، يقعد يشتم بالاعضاء وبالام وبالاب، وفي الاخر يقول انا بقول رايي. طب فين الراي او فين الكلام اللي انت بتقوله علشان اتفهمه، عشان ادخله وعي؟ مش هتلاقي خالص. مش هتلاقي غير شتايم بالام والاب، آه، سب الاموات اللي علشان مش على نفس راي صبري. يعني صبري شهوان ده معادي للدوله المصريه. فيديوهاته اللي هي الشهيره من 2019 بتاع خدوا كلاشينكوف وانزلوا مدينه الانتاج الاعلامي وفجروا ودبحوا، تحريض على الارهاب علني. في الاخر يقول لك لا انا ده انا بقول رايي. يعني في فرق بين ابداء الراي و بلطجه الراي او بلطجه فرض الراي. قالها ذكر احمد مكي في مسلسل اختيار اتنين. فلما بقول الوعي السليم في العقل السليم، فده تعبير مجازي. يعني ممكن ما تكونش حكمه مشهوره زي العقل السليم في الجسم السليم. يعني هي جت في دماغي كده وانا بتكلم دلوقتي، بما ان قناتي اسمها شبكه وعي، والحلقه اللي انا عاملها على الوعي برضو اللي هو هو انا لما عاوز اصلح الوعي الزائف عند بعض الناس اعمل ايه؟ زي ما قلت لكم انا ما لقيتش انسب العنوان ده الصراحه في الفيديو الجديد على شبكه وعي يعني. فانا اختصار للي انا قلته من شويه، ان الوعي ده هو امنك وامانك العقلي. وزي ما انا وضحت برضو ان انا بتكلم من ناحيه منطقيه او فلسفيه شويه. امنك وامانك العقلي بمعنى ايه؟ يعني عامله مثلا زي لما تكون شاري عربيه وبتامن عليها عشان لو حصل لها حاجه بعد الشر ما تخسرش كتير. عقلك نفس الحكايه. تامن بقى على عقلك ازاي؟ زي ما انا وضحت كده دلوقتي، لما حد يجي يقول لك على معلومه او خبر، وبالاخص من عدوك، وانت عارف ان هو عدوك ودائم على اللي هو ايه، يقول لك على معلومات او اخبار ما تتصدقش اصلا. انت ابحث ودور، ما تقول يعني ما تامنش على كلامه على طول، تقول امين 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 علشان يعني تكسب العاطفه بتاعتك عنده. زي ما انا وضحت كده في موضوع امن الدوله والدور رايه واحترامه في مصر. اللي بيقول رايه واحترام في مصر لا بيحصل له حاجه، ولا بيتسجن، ولا بيختفي تصريا، ولا اي حاجه. يعني زي ما انا وضحت في نقطه آه، الاعلاميين مثلا، عمرو اديب ونميس الحديدي واعلامنا المصري يعني. او حتى اللي بيطلعوا على اليوتيوبرز زي بيطلعوا على اليوتيوب وبيقولوا النقد بتاعهم باحترام، ما حدش بيحصل له حاجه سيئه او وحشه. لكن جبتوا منين بقى ان هم اعتقلوه؟ يا ابراهيم مصري مثلا اللي بيطلع على اليوتيوب يقول هنحاكمك يا سيسي، هنعدمك يا سيسي، واختفاء قسري، وبصوا نعمه مهدي، وبصوا مش عارف مين مهدي. يعني مثلا في موضوع نعمه مهدي اللي بيقولوا ان ايه طلعت قالت وزي موضوع مستشفى الشاطبي برضه. يعني مثلا قبل ما اقول على نعمه مهدي، مستشفى الشاطبي اللي هي امنيه السويدان دي، هو اتقبض عليها، بس ازاي بقى؟ تفاصيل الموضوع كامله، اتقبض عليها يوم او يومين
وخرج التاني. اعلام الاخوان بقى، تمام، اللي هو عدو مصر طول عمره بقى له 13 سنه، اللي ما ذكرش ايجابيه واحده عن مصر. وطبعا سردهم مسلسل اختيار ثلاثه، وراس الافعى، والاستاذ حسام الغمري اللي هو كان في مطبخ اعلام الاخوان، تمام. بس هو الحمد لله فضل وعيه على آه يعني على حساب ايه، ان هو مش عايز يدمر بلده زي قنوات اعلام الاخوان. لما طلع فضحهم واحد واحد. فأمنية السويدان دي اتقبض عليها فعلا. ولما دورت وقعدت ادور كتير، اتقبض عليها يوم او يومين وخرجت. الموضوع اصلا بتاعها اللي طلعت تتكلم فيه ده غير صحيح. دي واحده ما اعرفش، زي ما احنا اكتشفنا كده، ما اعرفش بقى دماغها فيها حاجه ولا ايه. فموضوع نعمة مهدي وموضوع مستشفى الشاطبي، لما ابراهيم مصري بيطلع يقول اعتقلوهم وخافوهم قسريا واذوا اهاليهم. طب يا جماعه، لما حادثه ايذاء اهل او حادثه موت حد في مصر، ماشي، بتحصل، مش البلد كلها بتعرف؟ طب في حته الاعتقال دي بقى، ابراهيم مصري ومعتز مطر ومحمد ناصر واسامه جويش والناس دول بيجيبوا المعلومه منين ان هم اتقبض عليهم فعلا او ان اهلهم اتاذوا فعلا؟ يفضلوا يرددوا الخبر كل حلقه عشان بس فيديو نعمه مهدي طلعت اتكلمت فيه، او بوست كتبته امنيه سويدان بتاعه الشاطبي، المستشفى الشاطبي. طب اصل الخبر، يعني مش اصل الخبر، سوري مش اصل الخبر، اصل المعلومه الاكيده ان هم اتقبض عليهم فعلا، جبتوها منين وانتوا قاعدين بره مصر؟ يعني الناس اللي قاعده في مصر، ماشي، انا قاعد بره مصر، انا رامي كريم قاعد بره مصر، بس بدور كويس، حتى لو الموضوع خد مني شهور بل سنين، بالمعنى الحرفي سنين، مش اللي هو حاجه تحصل ثانيه. ايه ده، بصوا حصل كذا وكذا، يا ولاد جو استقطاب وكسب عواطف. علشان ايه؟ علشان مصر قامت بثوره 30 يونيو 2013 واطاحت بحكم جماعه الاخوان المتاسلمين، اللي تاريخهم كله دمار وخراب وفوضى وقتل من زمان. عشان كده انا ما كسبتش لما كنت بقول قبل كده في الفيديوهات السابقه ان جماعه الاخوان كانت بتحكم مصر من 90 سنه، منذ تاسيسهم. والسنه بتاعت 2013 دي، تمام، هي اللي كانت الشراره الكبرى وسبب الازمات اللي فيها البلد لغايه دلوقتي. ما هو اعلام الاخوان، تمام، مش شايفين حد في مصر غير محمد مرسي والملك فاروق بس.
انما عبد الناصر، سادات، مبارك، سيسي، لا كلهم فسد. طب فين الوعي هنا؟ مش هتلاقي. هو الوعي اللي يقصده يعني قنوات اعلام الاخوان يعني. طيب تعالوا نجيب كده ايه، الصفحة اللي فيها تفاصيل الموضوع بتاع النية السويداني. دي صفحة، دي صفحة اسمها النهار العربي، ماشي، بتاريخ 4/7/2026 أهو. سجن طبيبة مصرية بعد نشر شهادتها عن انتهاكات في مستشفى الشاطبي. ثانية، الصفحة واضحة قدامكم كده مظبوط ولا أكبر الصورة كمان شوية؟ ثانية واحدة. تمام كده، أوكي. تعالوا بقى نقرا الخبر مع بعض من الصفحة اللي أنا شيرتها أمام حضراتكم دلوقتي. آه أوقفت أمنية السويدان التي باتت تعمل في مجال السينما في منزلها بمحافظة البحيرة بدلتا النيل وجرت استجوابها بتهم أبرزها نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وأفرج عنها بانتظار محاكمتها. وكانت سويدان قد نشرت منشورا على فيسبوك قالت فيها أنها شهدت حوادث تعنيف لنساء أثناء الولادة وإهمال المرضى في مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، حيث تدربت كطبيبة مقيمة بين عامي 2020 و 21. آه، أنا زي ما قلت لكم من شوية إن جامعة اسكندرية نفت كل الكلام اللي قالته أمنية السويدان. طب حد هيقول لي طب ما ممكن يكون هيكون في فساد فعلا، آه، والجامعه او اصحاب المستشفى بيداروا. طب انت عرفت منين يعني؟ ما احنا لو هنقضيها شك كل شويه، ماشي، مش هنوصل لمعلومه اكيده. يعني لما صاحب الشأن يطلع آه، يعني يأكد او ينفي المعلومه اللي سمعها، تمام، مش هقول لك خد بيها وخلاص، لا هقول لك ايه يعني، هو صاحب الشأن طلع قال بنفسه المعلومة، يا يأكدها يا ينفيها. بس لو كل خبر، ماشي،
اللي الناس اللي بيقعدوا يقولوا اعتقلوها اعتقلوها وفي فساد فعلا، حتى لو الجامعه او المستشفى طلعوا نفوا شبهه الفساد دي، هيشك برضه، يقعد يقول لك هو انتوا كل حاجه تقولوا ده كذب كذب، يبقى المعلومه صح، يبقى في فساد فعلا. طب نصدق مين فيكم بقى؟ ما كده يعني دماغنا تتبرجل يعني. طيب نكمل الكلام بتاع الصفحه بتاعت مستشفى الشاطبي. نقرا تاني. في منتصف حزيران يونيو آه، أوقفت أمنية السويدان التي باتت تعمل في مجال السينما في منزلها بمحافظة البحيرة بدلتا النيل. يعني هي بتعمل في مجال السينما، تتخيلوا تطلع تتكلم ازاي؟ المهم، وجرى استجوابها بتهم برزها نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وأفرج عنها بانتظار محاكمتها. إيه ثانية واحدة، ثانية كده. ثانية واحدة. وكانت سويدان قد نشرت منشورا على فيسبوك قالت فيه إنها شهدت حوادث تعنيف للنساء أثناء الولادة وإهمال المرضى في مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، حيث تدربت كطبيبة مقيمة بين عامي 2020 و21. تمام؟ أوكي. وأدينت سويدان بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة واستخدام حساب إلكتروني لارتكاب الجريمة، بحسب محاميها محمد رمضان.
مش الممثل. لا، محمد رمضان المحامي ده شبه اسماء يعني، حاجه عامله زي احمد فهمي، واحمد فهمي المطرب والبتاع سمير وشهير. سمير وشهير وبهير قصدي. انا كنت قريت حاجه قبل كده، اللي هو ما ينفعش بلاغ يتقدم بمنشور على حسابات التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا، لان البلاغ لازم تروح تقدمه بنفسك، تروح مكتب الشرطه او امن الدوله او النائب العام وتقدم البلاغ بنفسك. لو هتقدم بلاغ على السوشيال ميديا من خلال منشور ماشي، لازم إجراءات او تحترم القوانين، مش اللي هو اي كلام كده وخلاص على السوشيال ميديا انا ببلغ عن كذا وببلغ عن كذا. آه، وبرأتها المحكمة من تهمة التعدي على قيم الأسرة المصرية بحسب محاميها خالد علي الذي تواصلت معه وكالة فرانس بارس، كما فرضت عليها غرامة بقيمة 20,000 جنيه بحسب رمضان الذي أعلن نيته الطعن في القرار. وفي المنشور المحذوف حاليا تحدثت سويدان عن انتهاكات واسعة النطاق في المستشفى. لا معلش نقرا تاني بس علشان هنقرا تاني بس علشان يبقى الكلام كامل من أول وكالة سويدان كانت نشرت. وكالة سويدان كانت نشرت منشورا على فيسبوك قالت فيه أنها شهدت حوادث تعنيف للنساء أثناء الولادة وإهمال المرضى في مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، حيث تدربت كطبيبة مقيمة بين عامي 2020 و 21. وأدينت سويدان بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب إلكتروني لارتكاب الجريمة بحسب محاميها محمد رمضان. وبرأتها المحكمة من تهمة التعدي على قيم الأسرة المصرية بحسب محاميها خالد علي الذي تواصلت معه وكالة فرانس بارس، كما فرضت عليها غرامة بقيمة 20,000 جنيه بحسب رمضان الذي أعلن نيته في الطعن على القرار. وفي المنشور المحذوف حاليا تحدثت سويدان عن انتهاكات واسعة النطاق في المستشفى، منها ادعاءات بأن طبيبا اعتدى جنسيا على مريضة أثناء المخاض ثم سخر من الحادثة، وامرأة أخرى تعرضت للصفع والإهانة اللفظية أثناء الولادة. قبل ما أكمل قراية، طب الضحايا اللي أنا ذكرتهم دلوقتي دول ما بلغوش ليه ساعتها؟ خصوصا الكلام ده كان حاصل من سنين، لو الكلام ده صح أصلا يعني، هنفترض ان الكلام ده صح وانه حصل من سنين، طب ليه الضحايا دول ما بلغوش؟ هتقول لي تهددوا ومش عارف ايه وبتاع، اقول لك طب ايه دليلك؟ احنا لو نمشيها كلمه قصاد كلمه، او ان كل رد احنا بنرد بيه على مثلا على اعلام الاخوان يقعدوا يشككوا فيه ويقول لك انتوا بتنكروا يبقى المعلومه صح.
فكده مش هنخلص. اذا كان صاحب الشأن نفسه طالع يأكد او ينفي المعلومة، فهو أدرى بشغله. أهل مكة أدرى بشعبها. أهل مكة أدرى بشعبها. فأنا خدت بالي أنا ما أعرفش فاتت عني إزاي حكاية 2020 و2021 ديت. بس كده كنت عمال أقرأ فما خدتش بالي. يبقى ده فعلا موضوع قديم قديم، يعني من 5 6 سنين. وحتى من 5 6 سنين ما سمعناش عن الموضوع أصلا. احنا لسه مكتشفينه دلوقتي. فيا جماعه زعزعه الاستقرار والبلبله، احداث بلبله في البلد، آه، ونشر اخبار كاذبه، والارهاب الفكري، واللي فتته واللي فضحه مسلسل راس الافعى. ده كان اقوى من اختيار 3 بالنسبه لي. كل مسلسل بيعلي على اللي قبله. يعني الاختيار على الجماعه في اول جزئين، والاختيار 2 على الاولاني، والاختيار الثالث على كله. وراس الافعى ده بوم البوم بالنسبه لي، على كل اللي انا قلت اساميهم دول. فكل مسلسل او كل عمل بيعلي على اللي قبله. زي ما انا قلت، الاختيار على الجماعه. لا، او الاول الجماعه 2 على الاولاني، والاختيار على الجماعه، والاختيار 2 على الاولاني، والثالث هو الزعيم اللي على الكل، بجانب الزعيم عادل امام طبعا حبيب قلبي. ربنا يديله الصحة يا رب، ويخلي ابنه محمد اللي مكسر الدنيا بصقره الكناريا. أنا لسه ما شفتوش، بس أي حاجة. ثانية واحدة كده. مكسر الدنيا بصقره الكناريا. صقره الكناريا. الفيلم بتاعه الجديد مع شيكو. آه المهم، يعني كنت بقول إن الاختيار 3 على كله. وراس الأفعى اللي هو المسلسل بتاع قرارة ومنير. قرارة ومنير. ثانية واحدة كده. فمسلسل راس الأفعى بتاع أمير كرارة وشريف منير، اللي رجعوا بيه بعد تعاونهم في مسلسل بره الدنيا عام 2010. كشف فيه كل تناقضات وإرهاب جماعة الإخوان وإعلامهم.
التسجيل بتاع البراميل الزرقاء اللي كانت بتهرب الدولارات لحدوث ازمه، والتفجيرات، وفكر سيد قطب الله يسامحه بقى، الله يسامحه. فعلشان كده اعلام الاخوان جالهم سعار، بالذات الواد اللي اسمه وجدي العربي ده، الفنان الخايب اللي بيكذب كل في المسلسل، يقول لك كله كذب. طب كذب ازاي؟ ازاي يعني؟ يعني ما فيش حد من جنود الجيش المصري استشهد زي المنسي ورامي حسنين؟ ما حدش قال طز في مصر؟ ما حدش قال ملايين يموتوا بس ده يبقى في سبيل ان احنا نحرر مصر من الحكم العسكري؟ آه. فعلشان كده انا سميت الفيديو بتاعي المره دي على شبكه وعي، اللي هو العنوان ده هقراه تاني. هو انا لما عاوز او لما عاوز اصلح الوعي الزائف عند بعض الناس اعمل ايه؟ كما تحدثت عن حرمان من الرعايه الطبيه لمرضى ضعفاء. كما تحدثت عن حرمان من الرعايه الطبيه لمرضى ضعفاء، منهم ناجيه من اعتداء جنسي طردت ورفض علاجها، وامرأة حامل في حالة حرجة قالت إنها منعت من تدخل طبي طارئ لعدم وجود إثبات زواج. وقالت النيابة العامة أن السويدان أخبرت المحققين أنها شهدت بعض الإجراءات الطبية ولقلة خبرتها ظنت أنها خارجة عن المألوف. وأضافت النيابة أن بعض ما دونته الطبيبة السابقة في المنشور لم يقع أمامها، حط تحتها مليون ألف خط مجازا يعني، وإنما نقل إليها عن آخرين لا تستطيع تحديدهم، ولم تتحرى مدى وقوعه من عدمه. أيوة، هنا بقى على رأي بوحة محمد سعد زتونة الموضوع. أظن الكلام شرح نفسه، مش محتاج أشرح أكتر من كده يعني، وإلا هكون بضيع وقت. فهنا الواقعة ما حصلتش قدام، ده حد قال كذا كذا. ولا شويه يا جماعه، حكايه ان حد قال لي او لقيت خبر مكتوب عن فلان، هتسال ابراهيم مصري مثلا يقول لك جبت منين ان هم او الناس الاداه بتاعت دلوقتي دي، يقول لك بصوا الخبر اهو شبكه الرصد منزلاه بيقولوا انهم اعتقلوها. يا اولاد الكلب اعتقلتوها. وتبتدي بقى الدراما والعاطفه، كل ده عشان القيل والقال. امنيه نفسها هي اللي طلعت وقالت يعني نقلا عن اشخاص اخرين، وما فيش الدقه اصلا في كلامهم ده. يعني تيجي تتحرى الدقه عن كلامهم تلاقي زيرو، ما فيش. طب جبت الكلام ده منين؟ دوخيني يا لمونه بقى.
يعني عبد الرحمن مطر يطلع يقول لك ايه؟ بصوا امنيه السويدان بحركات ايده بقى كده، امنيه السويدان اعتقلوها عشان مسلمين كتبتهم اللي كتبت. يعني بص هو بيبرق وهو بيحزق وبحركات ايده زيه زي قناه نص الكلام. يعني كلام ما يتسمعش اصلا ولا يتشاف. عامل كده زي الفيلم اللي ينزل وما يجيبش ايرادات خالص، محدش بيشوفه ولا حد بيسمع عنه. هما دول كده بالظبط. نقرا اخر 3 مقاطع هنا اهو، كده تبقى الصفحه خلصت. انا وصلت لغايه فين؟ لم يقع امامه وانما نقل اليه عن تمام قوة من عدمه. وقبل اعلان النيابه العامه، اكدت جامعه الاسكندريه اللي هي صاحبه الشأن اللي فيها مستشفى الشاطبي دي، في بيان ان جميع ما يتم تداوله يخضع للفحص الدقيق. يخضع للفحص الدقيق بما يضمن الوصول إلى الحقائق كاملة بدون اجتزاء أو استباق لنتائج التحقيق. لا هنا بقى أقول شابو. شابو على وزن شابو يوسف الشريف كده، شابو جامعة الإسكندرية. طب حبايبنا بقى الإخوان مجازا يعني ما يصبروش بقى لغاية ما التحقيقات دي تخلص ويطلعوا ببيان بقى يقولوا الخبر الصحيح كذا وكذا؟ لا، يعني يحفظوا لك كلمتين كده ويكرروا لنا كل مره: اعتقلوها، اخفاء قسريا، اذوا اهلها، مش عارف مين، موتوا اختها، واقامه جبريه، او اللي هو بقى مثلا عبد الرحمن مطر مثلا فيما معناه يقول لك ايه؟ بصوا احنا واجعينهم، كل ما نطلع له خبر يكذبوه في الخبر صحيح يا جماعه. وبحركات ايده ووشه وتبريته، ويقعد مثلا ايه يبحلق في الكاميرا كده قدامه ورا. واحنا بقى هنسيب كل مشاكل او كل مؤسسات الدوله يعني والمشاريع، المشاريع المصريه او الاقليميه وقضايا الامه، ونقعد بقى نركز على كلام واحد زي عبد الرحمن مطر او ابراهيم مصري عشان بس او زي احمد عبد المجيد. ما هو بص يا جماعه، احمد عبد المجيد بالمناسبه، يعني على ذكر احمد عبد المجيد في كلامي، بس قبل ما نكمل الصفحه بس عملت صورة الشاشة عليا عم نكمل الصفحة وبعدين نرجع نكمل الصفحة تاني. أحمد عبد المجيد بيطلع يقول إن كل حاجة بتحصل في مصر عبارة عن فنكوش. ماشي، أنا شرحت لكم الكلام ده قبل كده.
طيب يا احمد عبد المجيد، انا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني، انت مش واخد بالك ان انت بتعمل زيهم وزي محمد ناصر ومعتز مطر اللي انت بتطلع تشتمهم كل يوم؟ تمام. علشان ان هم بيتربحوا من خلال قنواتهم او من خلال الفناكيش اللي بيعملوها في قنواتهم. طب ما انت بتعمل زيهم، انت بتطلع تصدق او تامن على كل كلام بيقولوه عن مصر. لما انت بتطلع تقول ابن مليكه باع، اللي هو السيسي يعني، ابن مليكه باع مش عارف ايه، ابن مليكه باع ارضكم، ابن مليكه باع جيشكم، جيشكم كافر، جيشكم خاين. طب ده نفس الكلام اللي بيقولوا على من الاخوان؟ ولا انتوا عايزين يعني كل واحد عايز يثبت انه اذكى من التاني او انه اعلى من التاني؟ ما هو زي في مسلسل راس الافعى، لما الصراع كان داير بين محمود عزت ومحمد كمال، وده معروف في الحقيقه برضه بعيدا عن المسلسل او قبل المسلسل. فكل الطرق تودي الى روما يعني، كلها حاجه واحده. طالما انت بتقول على اللي بيحصل في مصر فنكوش من وجهه نظرك الخايبه يعني، طب ما طب طالما فنكوش وانت بتشتم معتز مطر ومحمد ناصر عشان بيبقوا اخبار فنكوش، طب انت ليه مصدق فنكوشهم؟ كل شويه يقول لك إيه، راس الحكمه فنكوش، العاصمه الجديده فنكوش، وبتعيطوا وتقولوا له وتلطموا علشان السيسي باعها. ما هو باع الفنكوش، طب انتوا المفروض تفرحوا. حاجه فنكوش ملهاش لازمه واتباعت خالص، المفروض تفرحوا بقى. لكن ازاي؟ ازاي؟ ما هو اللت والعجن دوت ده شيء بالنسبه لكم بياكل عيش، بالنسبه لنا احنا بيدخل من هنا، بيدخل من الودن يعني الاولانيه وبيطلع من الودن الثانيه، وبنركز في بلدنا ومؤسساتنا وحياتنا. واعلنت نقابه الاطباء انها لم تتلقى اي شكاوى رسميه بخصوص الاتهامات، وحضت كل من يملك ادله على تقديمها عبر القنوات الرسميه. وعقب منشور سويدان، افادت عده نساء على مواقع التواصل الاجتماعي عن تجارب مماثله في مستشفيات حكوميه في انحاء مصر بما فيها مستشفى الشرقي. طب عده النساء دول والتجارب المماثله ما قلتهاش ليه من الاول؟ المهم فكل الكلام اللي قالته سويدان دي او امنيه سويدان يعني كله كده، ما فيش حاجه منه حصلت، والكلام كان قديم في 2020 و21.
فالموضوع ده يا جماعه نفس سياق موضوع نعمه مهدي، بس علشان ما اطولش الحلقه قوي او علشان اتكلم في نقط اخرى، آه، اللي هو يعني مش كل حد يطلع من مصر يتكلم يقول لك ده اعتقلوه، ده قبضوا عليه، ده مش عارف ايه. يعني ابراهيم مصري قالها على نعمه مهدي قبل كده. هو نعمه مهدي عملت فيديو وطلعت اتكلمت وكذا وكذا وكذا، وقالت حصلت معايا كذا وكذا، بس برضه مش معنى كلامها انه اتقبض عليها واعتقلوها او اخفوها قسريا او اذوا اهلها، أو حتى لو ده حصل، حتى لو ده حصل. يعني الناس اللي بره، اعلام الاخوان اللي بره، بيبقى عايز اي حاجه يصير بيها البلبله والفوضى وخلاص. مصر بالنسبه له ما تهموش استقرارك نفسه، يعني بيهدمه، يعني بيهدم الشخص اللي بيتكلم او الاخواني اللي بيتكلم من بره. فانا طالع هنا النهارده، يعني ارد على آه، اعلام الاخوان او الخرفان زي ما بنسميهم. ونفس الكلام برضو لبعض حسابات منصة اكس زي محمود عبد الرحمن، وزي نسرين نعيم، وزي بريف مان، وزي حساب تاني اسمه على المعاش، وزي عمرو عبد الهادي. عمورة تعالى لي، تعالى لي يا ابو وش مربرب، انت تعالى استنى جاي لك دلوقتي. يعني عمرو عبد الهادي دوت كل شويه يطلع يكتب تويتات خايبه، آه، يقول لك السيسي تخلص من كذا جندي من جنود الجيش، آه، والاوكتاجون اللي هو عامله دوت علشان يهرب من الثوره. يعني انتوا بقالكم 13 سنه تقولوا هياخد الطياره ويهرب. طب تحسس بقى انه هربان دلوقتي، وانه جاي بس يعمل اوكتاجون ويهرب تاني. يعني اعقلوا الكلمه على راي حسن حسني في باشا تلميذ، اعقلوا الكلمه. وانت بالذات يا عبد الهادي او يا عمرو عبد الهادي، إيه... انت طالع في الفيديو بتاعك الاخير على اكس، على منصه اكس، طالع تهبط كالعاده. فيما معناه الكلام اللي قاله ان هو الناس اللي بتتفرج على الماتشات وفرحانه بفوز مصر، وكل تحية مصر ومصر كسبت،
يا عم اقعد بقى يا عم، هو اللي بيقول يعني يا عم اقعد بقى يا عم، مصري وبتاع ايه ومش عارف ايه طريقه كلام عمرو عبد الهادي يعني في فيديوهاته. يعني بيتكلم بطريقه كلها غل وكلها حقد وكلها سواد، زي منى ابو شنب كده، كلها سواد. وزي احمد عبد المجيد برضه طالع في اخر لايف ليه، آه، اللي هي كان عنوانها يا مصر بتعملها ازاي، وعمال يهبط بقى ويشتم في مصر ويهين في مصر ويتهم في مصر، ويقعد يغلط في شعبها، ويقعد يكفر في خلق الله. تكفير المسلم كقتله، يعني بتتكلم باسم الدين. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. لسانه. وبعد ده كله، بعد اللي بيقوله احمد عبد المجيد ده كله في اللايف بتاعه من تكفير وتخوين وشتم وسب وقصف ولعن احياء واموات، يقول لك يلا بقى يا جماعه عشان انا هصلي الفجر دلوقتي، ومع السلامه. وعلم وايمان. الله الله. تراني تاثرت والله يا احمد يا عبد المجيد. يعني هو للدرجه دي الدين عندكم هش كده؟ قشره يعني بتداروا وراها، او ستاره بتداروا وراها؟ بتتكلموا باسم الدين وانتوا بعداء كل البعد عن الدين. طب طب تيجي ازاي دي؟ تيجي ازاي؟ فموضوع الاوكتاجون دوت ونقل المقرات للعاصمه الاداريه، ده علشان يعني ده التامين الفعلي اللي كان المفروض يحصل من زمان، من بعد الفوضى اللي حصلت في 2010 و11 و12 و13 و14 و15، اللي هي العمليات الارهابيه بقى اللي حصلت، اللي سردها مسلسل الاختيار باجزائه الثلاثه وراس الافعى. آه يعني الارهابيين اللي كانوا بيستهدفوا المقرات والاماكن لوحدها كده، آه يعني من غير تامين فعلي. انا مش قصدي حاجه وحشه، يعني هي مصر طول عمرها مستقره، انا بس قصدي كفكره. يعني فلما تتنقل كلها للعاصمه الاداريه، لا يبقى كده خلاص. عارف زي لما بتعمل الكمبيوتر بتاعك باسورد عشان ما حدش يفتحه غيرك، هو ده بالظبط. العاصمه الاداريه هي الباسورد، كل الحاجات اتنقلت فيها. يبقى حد يقرب بقى على رأي الرئيس السيسي، اللي يقرب يجرب، او اللي يجرب يقرب، هي نفس الكلمه بس ما اعرفش هي انهي بالظبط. هي الا حاجه يعمل حاجه تانية. المهم يعني، ف آه، فمن زمان ودلوقتي والى قيام الساعه، اعلام الاخوان هيفضل سنن سنانه على مصر وقيادتها وشعبها ورئيسها، علشان هم مش شايفين غير الملك فاروق ومحمد مرسي. محمد مرسي خلاص كلنا عرفناه، وعرفنا ان جماعته هي اللي كانت ممشياه. ممكن يكون كان راجل طيب والحاجات دي، بس ليه
يمشي ورا كلام الجماعه، تمام. وما يسمعش كلام عبد الفتاح السيسي لما كان وزير الدفاع انذاك، كان سندها لاختيار ثلاثه. لما قال له اعمل استفتاء وشوف الشعب عايزك ولا لا. قال له ايه؟ لا استنى لما ال4 سنين بتوعي يخلصوا وبعدين ترشحوا اللي على مزاجكم. طب تخيلوا كده لو كانوا ال4 سنين دول كملوا، كان هيحصل ايه؟ كانت هتحصل بلاوي. البلد خلاص كانت على حافه الحرب الاهليه. اتكتبت كده على اعلان مسلسل اختيار ثلاثه قبل ما يتعرض، بلد على حافه الحرب الاهليه. انا لما قريت الجمله دي في البرومو بتاع الاختيار ثلاثه، يعني قلبي اتقبض كده وقلبي دق. ف فموضوع الاوكتاجون وان كل حاجه تتم في العاصمه الاداريه ده اسلم قرار، واتمنى ان يحصل قرارات وتامينات اعلى من كده كمان. مش قصدي حاجه وحشه برضو، انا لما يعني انا بوضح كلامي بالتفصيل، يعني يعني هتلاقوني دايما بقول لا يا جماعه انا مش قصدي كذا، انا مش قصدي اساءه لاي حد، انا مش قصدي كده او قصدي كده. يعني انا يعني في النهايه يعني انا صريح من غير يعني مش بتاع لف او دوران، اللي في قلبي على لساني، اللي هي زي اللي بقول للاعور انت اعور في عينك، احسن ما الف واقول برضه في وشه ومتضايق حاجه زي كده. باقي الجمله مش فاكر كانت ايه. نفس الحكايه يا جماعه لموضوع رغيف العيش اللي بجنيه ونص ده، اللي هيزيد لجنيه ونص او ل2 جنيه. طلع رئيس شعبة المخابز انكر المعلومه. ف فانا بقول ان مصر هتفضل قويه مهما حاولوا يشوهوا فيها. ده اولا. ثانيا، انا بوجه رساله تحذير للواد اللي اسمه عمرو عبد الهادي واحمد عبد المجيد ووجدي العربي وكل الاسامي اللي انا قلتها. ما فيش اسامي جديده غيرهم، يعني هم اللي انا اتكلمت عنهم في الفيديو بتاع النهارده. عشان بس اختم الفيديو، كنا داخلين على ساعه وربع او ساعه ونص باين، عشان يبقى كفايه كده ما نطولش قوي، اكنه فيلم وثائقي بيسرد كل الاحداث يعني. فمش عايز اطول في الفيلم قوي. فانا بوجه لهم رساله اقول لهم احترموا نفسكم ولموا لسانكم ده شويه، تمام. واي، مش عايز اشتم بس بالفاظ صوتيه، اي خاين فيكم، انا عارف ان بتوجعكم كلمه خاين دي، اي خاين فيكم هيتلفظ على مصر او شعبها او قيادتها بكلمه سوء، تمام، يعني ما تتخيلوش بقى ردي هيبقى قاسي قوي ازاي، من غير الفاظ او شتايم يعني، بس هيبقى قاسي قوي. اكيد ابني غلط غلطه كبيره وبربيه، انا هربيكم، بابا رامي هيعرف يربيكم كويس. وبوجه نفس الكلام للي اسمه خالد السرتي، اللي طلع يتهم جيش مصر ان هو مزنا شباشب، ويقعد يشتم فيهم، بتاع ثورة المفاصل ده، ثورة المفاصل ده، أو ثورة المفاصل والله يا جماعة بصوا، معلومة قيمة اللي كان بيطلع معايا في البثات على فاض الساطع، قال لي اقسم بالله يا رامي، انا قاعد في مصر، سالت ناس كتير على خالد السرتي وثوره المفاصل وعلى اللي اسمه صبري الشهوان دوت، اقسم بالله ما حد يعرفهم.
والله قال لي كده بجد، قال لي اقسم بالله ما حد يعرفه. وقال لي ان حكايه ان 90% من الشعب المصري مش طايق السيسي وعاوزه يمشي دي كمان معلومه كده. فادينا شفنا كل اكاذيب اعلام الاخوان وارهابهم الفكري ضد مصر، وسندها برضو راس مسلسل راس الافعى، يبين لكم قد ايه هم لا همهم لا دين ولا بلد ولا وطن، اللي بالنسبه لهم هو اللي حفظ من تراب عافن زي ما قال احدى مرشدهم. تمام. فمصر بالنسبه لهم مصلحه او كسب عاطفه وخلاص، عشان يبقى هدف سهل للي مشغلينهم، سواء من الاخوان برضو او سواء اعلام الكيان، لانهم بيخدموا على بعض. يا جماعه في واحد على اليوتيوب اسمه آه، محمد سعد خير الله او سعد خير الله، بتاع ومض الضوء دوت على اليوتيوب، مصاحب ايدي كوهين قوي، والمفروض ان ومض الضوء ده مصري. ايه اللي يخليه يستضيف ايدي كوهين ويصدق على كلامه آه، ان مصر طول عمرها سيئه وبتاع، وان جيشها ضعيف والحاجات دي؟ لا، قمه العار بجد على اللي اسمه ومض الضوء ده، قمه العار. زي داليا زياده اللي بتأيد الكيان، هما نفس القطعيه كده. طيب ما علينا. المهم ان انا كده اكون ختمت الفيديو بتاعي النهارده، والى لقاءات اخرى. كان معكم اخوكم رامي كريم على قناه شبكه وعي. تصبحوا على خير، والى اللقاء. السلام عليكم.